بصي بقى، لو انت رايحة مناسبة وعايزة تفتحي بشرتك وتخليها كده كأنك عاملة لها تنظيف بشرة، يبقى تعملي الماسك ده. الماسك ده انا عملته معاكم قبل كده وتاني هتكلم عنه، لانه فعلا نتيجته حلوة جدا. ده ماسك النيلة الزرقاء بتاع ايفونا. الماسك ده نتيجته من اول ما تستخدميه، وطريقة استخدامه سهل جدا، بيفتح لك بشرتك جدا جدا اكتر من 3 درجات. واحدة واحدة بيبدأ، لو انت عندك تسبغات بتبدأ تقل، وخلي بالك لو عندك تجاعيد برضو بيبدأ يقللها لك. بصوا النيلة الزرقاء جمالها مش قادرة اقولكوا على جمالها بجد. تبدأي ان انت تحطيه على بشرة نظيفة. يعني ايه بشرة نظيفة يا دير؟ امال هو هيعمل ايه؟ تكوني غسلاها بغسول وتمسحيها بمحلول الملح زي ما انا ما بعمل معاكم على طول. عايزة تعملي بخار مفيش مشكلة، عايزة تحطيه على طول، الاتنين واحد. هتبدأي ان انت توزعيه على بشرتك، بس بشرة تكون نظيفة. وبعد كده هتسيبيه حوالي 15 دقيقة. 15 دقيقة ده مش كتير؟ لا مش كتير، حلوة جدا جدا. سيبيه 15 دقيقة. هوزعه على بشرتي واسيبه. على فكرة سعر البطرمان ده مش غالي، وبيقعد معاكي مدة، يعني مش قادرة اقولك مدة كبيرة جدا. ولو انت بقالك فترة ما بتعمليش تنظيف بشرة، انت الماسك ده كفاية ان انت تعمليه. لو انت يعني مثلا ايه، على الاقل مرة كل 15 يوم. ولو عندك الطمي يبقى حلو جدا. ده يعني لو انتي مثلا مش عارفة تعملي تنظيف بشرة او تهتمي ببشرتك، هيغنيكي شوية لغاية ما ترجعي تهتمي بيها. ليه؟ بيفتحلك بشرتك وبيديلك كده نضارة في البشرة بطريقة فظيعة. البطرمان ده سعره مش غالي، ونخلي بالنا في منها الاصلي وفي المضروب. طبعا انتوا شايفين العلامة المائية بتاعته، ده الاصل اللي عندي. عايزه اقول لكم ان انا بشتغل بالايفونا دي في الجلسات بتاعتي. انا في كذا نوع تاني جبته، بس النوع ده جامد جدا. وفي انواع كتير، بس والله 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 النوع ده جامد جدا، بس الاصلي، ما نجيبش المضروب. تعالوا كده بصوا البشره فتحت ازاي. انتوا شايفين لون الماسك بقى عامل ازاي؟ بينضف لك بشرتك جدا، بينضفها لك، مش قادره اقول لكم على جماله. هتبداي بقى ان انت تفركيه، يعني وانت بتغسلي الماسك تبداي تفركيه، وبعد كده تغسلي وشك بميه فتره وتنشفي وشك بمناديل. شايفين بشرتي دلوقتي بقت عامله ازاي؟ واول الفيديو بشرتك بتختلف، ويا لهوي عن النعومة. بتخلي بشرتك ناعمة جدا، بتشيلك البثور السوداء، وبتشيلك البثور البيضاء، وبتشيلك الدهون. بينضفلك بشرتك بصوا بكل تفصيل. وعايزة اقولك على حاجة، انت تقدري تستخدميه لجسمك كمان، وليه طريقة استخدام معينة. طبعا يكون عندك ليفة مغربية، تبدأي تحطيه وتسيبيه لغاية ما ينشف، وتبدأي بقى تفركي بالليفة المغربية. انت حطيتيه على بشرتك، وزي ما قلت لك هتسيبيه ل 15 دقيقه لغايه ما ينشف، زي ما يوصل للدرجه اللي انا وريتها لك كده. تبداي بقى بالكليننج باد تبداي تنضفيها، او بايديك اللي انت تبداي تنضفيها. حلوه بطريقه فظيعه. ما ننساش اهم خطوه، نرطب بشرتنا، سواء بالمرطب او باي سيرم عندك زي ما انت عايزه. انت لو عندك مناسبه تعملي الماسك ده كانك عملتي تنظيف وخليتي بصي بشرتك بتنور، والميك اب هيبقى شكله جامد جدا. ولو انتي من الناس اللي ما بتحبش تعمل ميك اب، اعملي الماسك ده كل 15 يوم، وبشرتك هتفضل بصوا في نضارة وبصوا تفتيح فظيع. بصوا التفتيح، انتوا شايفين بشرتي اتفتحت ازاي؟ مش قادرة اقول لكم على جمالها. الماسك اللي احنا استخدمناه او عملناه ماسك ايفونا اللي هو بتاع النيلة الزرقاء. والماسك الطمي بتاعه لو انتي من الناس اللي بيطلع لها حبوب لازم تعمله بعدها. كده يبقى انت زي ما قلتلك عملتي تنظيف لبشرتك لحد ما ترجعي تهتمي بيها. ما تنسيش لايك وشير للفيديو.